ازاي تجنن شخص علقك بيه ومشي، وكمان تخليه يجري وراك ويجي يكلمك ويقولك انا اسف والله انا كنت مشغول الفترة اللي فاتت بس عشان كده كنت مختفي. فانت ترد عليه وتقوله رد واحد بس: ايه ده، هو انت كنت مختفي؟ انا ما خدتش بالي، ما انت موجود عادي. لو انت عايز توصل للمرحلة دي بانك تخليه يجيلك ويتكلم بالشكل ده وانت ترد بالقوة دي، يبقى شوف الفيديو ده. اولا نرجع بقى من الاول خالص. لما الشخص ده بيختفي هيبقى بيراقبك، فما ينفعش اولا يشوفك ضعيف، لازم يشوفك متماسك وقوي. انت عارف ليه الشخص لما بيختفي مش بيرجع يكلمك او يجري وراك، او بتفضل مستنيه ومش بتلاقيه بيكلمك؟ لان هو لما بيشوفك من بعيد بيلاقيك ضعيف ومستنيه يكلمك، فبيبقى متأكد ومعتمد ان الضعف ده اخرته انك هتروح تكلمه وتعاتبه كمان. هو لو شاف كل ده انسى ساعتها ان هو يتكلم. عشان كده لازم يشوفك قوي وعايش حياتك من غيره، ودي اول خطوة. طب اعمل ايه يا نور، ما انا فعلا ببقى تعبان من غيره. انا بقولك اهو من دلوقتي، لو انت ما استحملتش فترة التعب اللي في الاول دي يبقى مش هتلاقي النتيجة الحلوة ان هو هيكلمك بعد كده. لازم تستحمل فترة التعب دي عشان تلاقي النتيجة الحلوة ان هو يكلمك. ما ينفعش تاخد دي من غير دي. ولازم كمان يشوفك ان انت مبسوط وبتخرج مع صحابك وبتنزل صور كتير. كل ده هيخليه ياخد باله انك ناسيه اصلا من دماغك، ومش واخد بالك اصلا هو ايه اللي بيحصل، وان هو مش على بالك نهائيا ولا يشغل حاجة في حياتك. فساعتها هيضطر يجي يتكلم.